وصل 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 معايا بكاكيم او قرص السحور وصلت اهي ما شاء الله. انا عجنتها، وفي فيديو التاني هينزل بعد كده هتمسكي القرص من غير تخمير. انا ما بخمرش قرص او بكاكيم زي ما حضرتك عايزه يعني تسميها. شوفي بفردها نص فرد وعلى المكنه بتاع الخبيز، واظن ان انتوا كلكم عندكم منه، وعلى الطبليه اهو. فلاحي بقى فلاحي. شوفي القرصه عامله ازاي. عايزه تعملها طويله، عايزه تعملها ايه مدوره براحتك. دي الطويله اهي بتمسكيها كده اهو نص فرده بس. ما عندكيش المكنه على ايديكي وتخدعيها بايديكي كده اهو وتظبطيها، ومن غير مكنه عادي كده ما شاء الله. لكن عشان انا عندي المكنه بتوفر عليها. ادي الطويله اهي. طب عايزه تدوريها اهي ما شاء الله. يبقى ديت المدوره ودي الطويله. والسمك اهو مش عايزاه رقيق علشان ما تطلعش ممحره وناشفه معاكي، لا. ومعاكي الصينيه اهي. الصينيه اهي ومعايا قماشه بتاع مخصصه للمعجنات بفرد عليها كل المخبوزات بتاعتي ما شاء الله. بعد ما تخبزيها وتفرديها على المكنه هتقومي على القماشه ومغطياها وتسيبيها ترفع نص ساعه او ساعه. في جو الشتاء دي سيبيها ساعه لحد ما تاخد خمرها كامل وتدخلي ايه على الفرن ما شاء الله. جميله. احلى قعده الطبليه وقعده الزمن الجميل. سيبك بقى من الرخامه والحاجات دي اهي. مالها الطبالي ومالها الحاجات الفلاح الحلوه اللي بتفكرنا بالزمن الحلو. شوفي القرصه عامله ازاي. مفيش احلى من الجمال ده يا ولاد اهو. هو ده الجمال وبس ما شاء الله. ما شاء الله على البكاكين بتاعت ام ساره اللي عامله ترند على الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب كله. خشي كده وتمتعي بالبكاكين الجميله اللي هتتسحري بيها ومش هتنسيها. اتفضلي.